الفترة دي شفنا حالات كتير بتتحجز في المستشفيات والعناية المركزة على التهاب رئوي حاد بسبب دور البرد المنتشر الفترة دي. فعاوزك تتابعني لآخر الفيديو ده عشان تحمي أهلك من إن هم يتحجزوا في المستشفيات أو العناية المركزة بسبب الدور ده. أولا هو دور برد عادي، ناس تقول إن هو متحور جديد من فيروس كورونا، أو ناس تقول إنفلونزا بسبب دخول فصل الشتاء. الفكرة كلها بسيطة، إن هو دور البرد ده بيبدأ بكحة بسيطة، ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، تكسير في الجسم، ممكن يكون معاه رشح أو سيلان من الأنف. ده بالنسبة للناس العادية. هنا بقى الكارثة بتحصل في مين؟ في الناس اللي مناعتهم ضعيفة. أولهم طبعا مرضى السكر، ودول كتير منهم في كل بيوتنا دلوقتي، وكل أهالينا ما تلاقيش بيت غيره فيه مريض سكر. فاللي بيحصل ان مناعته ضعيفه جدا، فمع دور البرد البسيط ده بيبدا يحصل التهاب رئوي حاد فيدخل في العنايه المركزه. فعشان كده اي مريض سكر بننصحه ان هو يعمل سكر تراكمي، يتاكد ان السكر مظبوط عشان مناعته تكون كويسه فما يدخلش في مضاعفات لدور البرد ده. تاني مرضى هم مرضى الاورام او المرضى اللي ماشيين على كورتيزون، سواء امراض مناعيه او غيرها. ده برضه بتكون مناعتهم ضعيفه، فمع اي دور برد بسيط بيحصل لهم زيادة في معدل الالتهابات في الرئة، فبتحجز عناية مركزة على التهاب رئوي. فعشان كده ان احنا يعني نهتم بالناس دي الفترة دي، نعمل التحاليل اللازمة ليهم بحيث ان هم ما يدخلوش في اي مضاعفات لدور البرد ده. اما بالنسبة للتعامل معاه، احنا بنتعامل مع دور البرد ده في البيت بشكل بسيط، ان احنا مثلا اكل صحي، راحة، نوم كويس، مشروبات دافية، ليمون دافي، ينسون، ادويه بسيطه زي الكونجستال والبنادول، ادويه الكحه اللي هي الادويه الشراب. لكن ما نقربش لاي مضاد حيوي بدون استشاره الطبيب. يعني ما نرجعش للمضاد الحيوي الا في حاله ان احنا عندنا ارتفاع في درجه الحراره، كحه بلغم ما بتوقفش، فنرجع للدكتور والدكتور يقرر اذا كنا هنستخدم مضاد حيوي ولا لا. وربنا يحفظكم جميعا.